السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا المشاهدين المتابعين، وحشني جدا جدا. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا يوم الاثنين شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واخواننا الاقباط بخير. عيدهم يوم الاحد ان شاء الله، كل سنة وهم طيبين وبخير، كل سنة وكل الدنيا بخير وسلام يا رب، وربنا يهدي العالم كله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ايه، ببص كده في الكشكول لقيتني بقالي كتير ما عمل 5 شهور ما سهى عليا كده، او مش فاضية، او عشان برضو النت او الحاجات دي شغل دماغي. 5 شهور في الفيديوهات النصائح. النصائح وارشادات ما عملتش. قلت لا طبعا ايه، برضو اطلع اما بلاقي حاجة كده او حد بيشتكي من حاجة ببقى فرصة يعني ان انا اطلع اتكلم. فطبعا انا ليا واحده صاحبتي بصراحه تعز عليا، وهي جاره ممتازه ونظيفه وست كويسه يعني بتاعت ربنا وكده مسكينه طيبه زي حالتنا كده بصراحه. فما جايه من السوق انا ولقيتها قاعده على باب بيت كده. يا رب ايه اللي جابها هنا، هي مش هي؟ عشان انتوا عارفين مشكله عيني بقى. لما وصلت لها ببص كده لقيتها هي. ايه يا قمر، ايه اللي مقعدك كده؟ بكت. ليه يا حبيبتي بتعيطي؟ في ايه؟ في حاجه؟ امي تعالي معايا. قالت لي لا انا هقعد هنا في الشمس، اقعدي معايا شويه، انا ايه كنت هجيلك بس انا مش عارفه ما لقيتكيش جنبنا. هو انت رحتي فين؟ قلت لها انا عزلت. قالت لي امتى ومش امتى؟ قلت لها عيطت. قلت لها لا ما تعيطيش، لعل يكون خير، في خير ليا ولهم، فما تبكيش. طالما لقينا مكان وربنا كرمنا خلاص يعني الحمد لله. طب وانت عامله ايه ومش عامله؟ قلت لها بشكر الله على السراء والضراء. بتحكي لي بقى، بتقول لي ان هي كانت رايحه لابنها، ابنها وحيد معاش ولا بنت ولا ولد ولا حد، وبعدين راح بيت ابنها يا حبيبتي، واخده عيش كده زي كده ورايحه بيت ابنها. فكان ابنها في اللحظة دي مسافر، ولقت مرات ابنها والأولاد فدخلت. فبعدين بتقولك مرات ابنها كده ايه، هي حلفتني لازم ان انا اقول والله. فقالت لها انت جايه بدري ليه؟ مش جايه بدري ليه؟ انت جايه تقلقي راحتنا مش عارف ايه. قالت لها بنتي عيب الكلام ده، انا عمري ما غلط فيكي وانا عاملاكي زي بنتي، فاللي ما جبتهاش انت ليه بتقابليني كده؟ قالت لا احنا كنا نايمين قلتي راحتنا. فهي من النوع الحساس شويه، بكت ومشت. فبتاخد رايي يعني اقول لابني ولا ما اقولش لابني وكده. قلت لها لا انا والله هقول لك على رايي، ما تقوليش لابنك، ابنك بيجيلك وبيروح لك وكده. قالت لي ده بيترمي يبص لما اخد الشبشب اللي في رجلها. قلت لها خلاص دي بالدنيا، ابنك برضه بيسافر بيروح هنا وهنا عشان ما يتشغلش بيكي ويتعب. ما تضمنيش المروحه دي ايه انت بتترجيه من ربنا، هو سندك في الدنيا بعد ربنا. راحت بايسه على راسي، رحت بايسه على راسها. قالت لي والله عندك حق فعلا كل كلام، بس بالله عليكي لما تتكلمي في الفيديوهات بتاعتك تبقي تقولي. قلت لها ماشي، بس انا ايه مش هحدد الاسم بالظبط ايه علشان برضك ايه ما نزعلش حد مننا. انا هتكلم واقول وكده. فانا بقول ربنا يهدي كل من كان، وبتكلم على كل بنت متجوزه جديد او متجوزه بقالها كام سنه كده، يعني جداد دول حديث الجواز. فخليكي برضو رحيمه مامة جوزك. انا بكره كلمه حماه، الحما انها تقول حماتي، لا بكره الام التانيه، الام التانيه. فخليكي رحيمه بيها يا حبيبتي علشان ربنا يرحمك. وبالتالي في يوم من الايام الولاد هتكبر وهتتحطي في نفس المكانه، واللي عملتيه في الام هيتعمل فيكي على فكره. ده مش بمزاجنا ولا يعني الكلام اللي انا بقوله او غيري بيقوله، لا ده ربنا اللي هيعمل كده سبحانه وتعالى. متكسريش خاطر حد، عيب، وسيبيها تيجي. والعفو عند المغفره، لو قدرت تروحي تراضيها بينك وبينها
وتخليها تيجي، عشان طبعا هي دخلتها عليك تساوي كتير، ويمكن ربنا رزقكم بسبب حاجة كده. لكن يعني عيب ان انت تعملي. يعني هل انت لما ماما بتيجي انت بتعملي كده في ماما؟ انت بتعملي فيها كده؟ طب دي معلش انانية منك، لان البيت ده بيت الزوج. انت زوجة في بيت الزوج، مش بيتك اللي طلعت موضة جديدة. لا ده بيتي، لا بيتي، لا مش بيتك. انت زوجة في بيت الزوج، وفي احترام متبادل بين الازواج. فعيب، عيب. والاولاد يخصوها من الدرجة الاولى. ام الزوج من الدرجة الاولى، ام الزوج يا جماعة من الدرجة الاولى، وام البنت الدرجة التانية. ده ربنا اللي قال كده، مش احنا، مش بمزاجنا، احنا ما بنفتيش. فيجب على كل بنت، رجائي من ست كبيرة زي امكم، زي خالتكم، زي ما تحسبوا، ومن تيتا ندوشة، انكم عيب لما اي حد يجي لكم، ان شاء الله حتى جارة. الجار النهارده اولى من الاهل، اقرب من الاهل. فلو انت حصل لك حاجة شيء لا قدر الله، الجار اللي بيلحقك. فلازم تكوني كويسة مع الناس كلها. ده يعني احنا قاعدين وقت في الدنيا، وتبص تلاقي الرحيل جه على غفلة. ما اعملي حاجة كويسة، اعملي صالح في الدنيا، علشان لما الانسان يمشي يبقى الناس تذكره بالخير، وتقول لا والله ده ما كانش فيه زي كده. ايه يعني هتغرمي لها ايه؟ هتجيب رغيف عيش مثلا كده، هي مش هتاكل اكتر منه. وهتجيبي اي حاجه، هتقول سكر من بيت ابني، وهتقولك تسلم ايدك يا حبيبتي. وهتقومي عامله كوبايه شاي قد دي كده يا ستي صغيره، وكوبايه ميه برضو كده، والحمد لله. خلاص غرمتي ايه بقى انت؟ انت بقى ربنا هيبدلك بدول حاجات كويسه، وهيحفظ لك ولادك، ويحفظ لك زوجك. ها؟ فمفيش داعي ان اي مرات ابن تعمل اللي هي بتعمله ده. عيب عيب عيب، وربنا يهدي الجميع. اوعي تزعلي يا حاجه، مش هسمي بقى زي ما قلت لك حبيبه قلبي، اوعي تزعلي وخليكي مع الله. وانت ست طيبه وبتغفري، ربنا بيغفر، انت بتغفري برضه، انت ست كويسه والله. والحمد لله اللي هي جت على قد كده. وتعالي، عايزه تيجي تعالي، بيتي مفتوح لك، اشيلك على راسي من فوق حبيبه قلبي، وربنا يهدي الاحوال. وكمان برضو عايزه اقول حاجه، الامهات الحديثه دي برضو، انت بنتك في المدرسه وعايزه تروح رحله، انت يلا فلانه طالعه يا ماما، خدي روحي خدي. لا، ما تطلعيش بنتك رحله الا لما تعرفي مين اللي قايم بالرحله، المشرف مين او المشرفه مين، والبنت دي مين صاحبتها ومين اللي رايح معاها، وتبقي متاكده. ولو عرفتي ان انت تروحي معاها، انا كنت بروح مع اولادي، كانوا يروحوا كنت بروح معاهم، واكون حارس لبنتي واللي معاها. والله العظيم يا جماعه كنت اخاف زي بنتي، اخاف على دول. فحرصي برضو، وخدي بالك الايام دي صعبه، اي واحده معاها بنت تحافظ عليها وتحطها جوه عليه، زي ما ماما حافظت عليكي ووصلتك لبر الامان، تكوني انت برضو جديره باولادك وتوصلي بنتك لبر الامان. وربنا يا رب كده يحرسهم لكم وما يجيبش حاجه وحشه. حافظوا على بناتكم، حافظوا على بناتكم، حافظوا على بناتكم، لان دول هيكونوا ستار لكم يوم القيامه من النار. كملي. ف اللهم صل على النبي. برضو بالنسبة للولاد الشباب، اما يطلع برضو خارج، لسه برضو دول سن المراهقة، فعايزين مراعية جامدة. شوفي ابنك رايح فين، مع مين، هيجي امتى، وقولي له طب والله يا حبيبي، وخليه صاحبك، صاحبيه، انت رايح فين، طب هتيجي الساعة، طب ابقى كلمني برضو طبعا مع الموبايل.
يبقى كلمني، يبقى كل عشان انت تجيب لي حاجه مش عارف ايه كده. يعني مش كانك انت بت ايه بتسيطري عليه، لان هم ما بيحبوش كده بتوع اليومين دول. فانت جيبها له كده بلفه، حبيبي اصلها هحتاج حاجه مش قادره انزل النهارده مش عارف ايه، جيبها له كده. وربنا يخلي لكم اولادكم يا رب ويحافظ عليهم، وكل سنه وانتم طيبين. عيد شم النسيم بقى برضو اخرجوا كده شموا هوا، اللي جنبها جنينه قريبه يعني رفعوا عنهم شويه بحس عشان المدارس والبتاع يعني، ولو ساعتين حتى كده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الشير واللايك والدعاء على الجرس. وانا ليا طلب عندكم بقى بالله عليكم انتوا، بالنسبه لللايكات ناسيني خالص. والاشتراكات ليه يا والكومنتات. حبايبي؟ ليه انا بحبكم والله، واحنا سند لبعض ان شاء الله بعد ربنا. فرجائي يعني ما تنسونيش في اللايكات، حاجه بتفرحني. وشكرا جزيلا، شكرا. باي 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 باي. حبايبي يا جدعان، حبايبي بحبكم. باي 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 باي.